I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. Dark side of the moon. After all, I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. Nasty! Nasty, łapie! Nasty, something! Nasty, what? Hey! Hey! اهدي ارخي الجام. ناسي وقفي وقفي ناسي. ارخي الجام هيك الحصان بيرتاح وما بيضل متوتر. انا مو قدرانه. أنت منيحة؟ أنا منيحة. منيح. شو كل هالحلقات؟ أوب شوي 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 شوي، خليني ساعدك. تعي تعي على مهلك. مشي الحال. سوان خانم،
شبك؟ خير شو صاير معك؟ انت منيحة؟ أنا منيحة. عمالك منيحة بس طولي خايفة. بالك. من هون عمي. يلا عمالك، لا تخافي انت بخير. على مهلك. لهلأ ما فهمت شو صار. أول ما طلعت من المزرعة فجأة جن جنونة لنازلي. لو ما تدخل كنت رح أموت. جسور، هالزلمة أنقذني. عن جد كنت شهم. خاطرت بحياتك وكانت رح توقع سيارتك بالوادي. اسمي جسور. على كل حال شكرا لك. شكرا لك استاذ، اجيت بالوقت المناسب. هذا واجبي. سوهان خانم كأنه ركبتك مجروحة. لا، الدم مو مني. معقول تكون نازلة مجروحة؟ هلا هي المجنونة اسمها نازلي؟ نازلة مالها مجنونة. كتير واضح. لا عم أحكي عن جد. تصرفها هاد ما بيريح بالمرة. بعرف منيح الفرس تبعي. هي كل عمرها هادية ومطيعة. مستحيل ما يكون صاير معها شي خلاها تعمل هيك. ايه طيب، بجوز خافت من شيء، نحن بعدين بنفحصها وبنتأكد. حطي رجلك بمية بوز وارتاحي. يلا بخاطركم. أنا ما بعرف كيف لازم أشكرك. ديري بالك لما تركبي فرسك سوهان خانم. أنا مو جنبك دائما. ما رح أنسى معروفك. أكيد وأنا رح ذكرك فيه دائما. عم بمزح. تفضل لعنا على المزرعة، ما حلوة ما نضيفك شيء. لا شكرا. ابعت حدا ياخذ لك السيارة. لا ما تعذبي حالك. لا تكابر، القصة مو مستاهلة. مزرعة كورلوداغ قريبة كتير من هون. أنت من عائلة كورلوداغ؟ أنا بنت حسين كورلوداغ. هلا بدق لهم ياخذوا لك السيارة ويصلحوها. كمان يلا دق على المزرعة. أمرح. قلت لك ما في داعي سوهان كورلوداغ. أنا بحل الموضوع. يمكن لو عرف قبل اني بنته لتحسين ما كان ساعدني. مين بيكون هاد؟ شكله من اعداء ابي. الو. شو اجيت؟ ايه رفعت ليك انا بكورلوداغ هلا. خير ان شاء الله. بدك تمر علي؟ انا كنت بدي مر بكره بس الظاهر اني رح شوفك اليوم. لانه عملت حادث بسيط. شو؟ حادث؟ روق الشغله كتير بسيطه. صار لك شيء؟ لا اطمن ما صار لي شيء. السياره اللي اكلتها كنت مفكرها احسن من هيك. خاب ظني فيها بس ما فيني اتخلى عنها. طيب انت وين؟ ليك بعت لي الموقع برساله. اوكي هلا ببعت لك اياها. ايه ماشي، باي. نازلي شبكي. خلص اهدي ما تخافي نازلي، اهدي خلص. انت منيحة ما تخافي، انت منيحة وهادية. عفارم عليكي، ما حق طلعتي بتسمعي الكلمة. عم يوجعك شي؟ لا تكوني مجروحة. ها شو صاير معك؟ طيب خليني افحصك. هذا اللي توقعته. مسكينة.
اهدي اهدي، لا تخافي، اهدي، خلينا نفهم شو صاير. لا تخافي، راح اسحبها، شغلتك بسيطة. اهدي، هذا هو السبب. الظاهر انه كان في حدا متعمد يأذيكم يا نازلي. وانتي بتعرفي مين اللي عمل هيك؟ ها؟ مين بده يقتل سوهان؟ بتعرفي؟ بسيطة، ما تخافي. منيحة الحمد لله على سلامتك يا روحي. يلا انا بسرعة. أنا منيحة يا جماعة، خلص ما تخافوا، اهدوا شوي. سوهان يا عمري، وقت عرفت كنت رح جن. ألف الحمد لله إنك ما متي. إن شاء الله عدوينا. بس طولي بالك، هلأ ماني قدرانة أحكي بنوب. لما سمعت الخبر طار عقلي من محله، يا ريتني كنت جنبك بوقتها. رح دور على نازلي. ايه كمان لاقيها وقوصها فورا. لا استنى، ما حدا فيكم رح يلمسها. معقول ترجعيه على الاسطبل بعد اللي ساوته فيكي؟ كنتي رح تموتي، ابوكي اذا عرف اكيد رح يقوص. لا ما حدا رح يقوصها لنازلي. عم تسمعوا حكي؟ رح نعرف سبب يلي عملته. رح جيب سطل فيه ثلج فورا، والثلج جاهز كمان. ماشي امي. ليش واقفين هون؟ يلا خلينا ناخدك على الدكتور بسرعه، ناخدك على اسطنبول. يلا صالح جهز السياره. خلص حبيبتي جاهدة، اهدي شوي لو سمحتي، خليني ارتاح بالاول. لا تخافي، انا رح روح على الدكتور بعدين. طيب يلا انا جايه معك. هاتي ايدك، روحي على شغلك، خلص انا بضل معه. تعرفي عن جد الله بيحبك سوهان، يعني مو قليله. لو صارت معي بموت رعبه. على مهلك، يلا انتبهي. خلص بمشي لحالي، يسلموا. ما قلت شي لاخوكي لانه اذا عرف بيرجع فورا. لوين راح؟ راح يستقبل ابوكي. بس بابا كان راجع بكره. ايه هيك كان المفروض، بس اليوم دق وهو بالطياره وخبرنا. سوهان تعالي. ارتاحي شوي لبين ما يجوا، امشي على مهلك، ماشي حبيبتي؟ على مهلك. اهدي سوهان، ديري بالك، امشي شوي شوي. أهلين بابا. أهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو كيف كانت الاجتماعات؟ منيحة. يلا سوق. أهلا وسهلا يا مدام. أهلين فيكم. شو وضعه الصغير؟ منيح، بس أخوه هلأ صار معه جدري. يا حرام. يلا المهم هلأ صاروا مع بعضهم شوي وبيتعافوا. ايه نعم مزبوط. تفضل. انت كنت المسؤول عن هي الفرس. سوهان كانت رح تموت اليوم من وراء اهمالك. يا خانم الفرس كانت ممتازة وما فيها شيء. لو لاحظت شيء غريب ما كنت خليتها تركبها. اسمع لقلك، تحسين كورلوداك جاي هلا، يا اما رح يقوصك يا بيقوص الفرس، خليها ببالك.
لا تطلعوا ببعض. انت ليش ساكت صالح افندي؟ خلص ولا يهمك، نحن رح نتصرف مدام. يلا تحركوا. حطي رجلك بمية يونس وارتاحي. سوهان فيني فوت؟ أنا بالحمام، لا تفوتي. طيب برجع بعد 5 دقايق. سوهان شو صار معك؟ شيرين ليش كذبتي علي؟ اطلعي هلأ. اسمعي، لازم تتحممي بمي ما تكون سخنة. بدك تحكي لي عنه. اسمه جسور ما؟ شيرين روحي هلأ. شوي وبرجع لك. صرتي منيحة. اوبا، شو رايك اخي رفعت؟ تعرفت على بنت حسين كورلوداغ من اليوم الاول. لو بقيت بعيد احسن. هنن يلي اجوا لعندي برجليهم. ضربت معلم ومن اول يوم. حليت مشكلة السيارة؟ ايه طبعا مشي الحال، ولقيت نازلي كمان وضع منيح. ليش اجيت؟ عم تصطاد؟ عم اعمل جولة مو اكتر. خير؟ نحن مديونين إلك، كيف رح نوفيك حقك؟ منلاقي شي طريقة. يلا سلام. معناها انا رح اخذ نازلي على المزرعة، لا تتعذب فيها. نازلي رح تكون ضيفة عندي بالمزرعة لفترة قصيرة، ولما تتحسن بترجع. روح على المصنع بالأول. بأمرك. خبرتهم إني جاي؟ أكيد. شو في شي مشاكل؟ لا بابا، كل الأمور رواق، وفي لك عندي أخبار حلوة. يلا خبرني إنه مرتك حامل بولد. طول بالك بابا، إلا ما يجي شي يوم وخبرك هالخبرية الحلوة، لا تاكل هم أبدا. أخس، شو إنك ولد فاشل. رح نلتقي بكرة. أنا ما عم شاورك، موعدنا بكرة. ما بدي أعذر. إيه أنا أخذت قرار طبعا ومشي الحال. بكرة بدق لك وبخبرك. ماشي. اسمه جسور وفعلا طلع اسم على مسمى. أكيد كمان شكله حلو. خلصنا. شو اللي صار؟ أكيد نطلع عندك مثل البطل، وقدر يسحبك من فوق الفرس كمان. ما بتذكر شي شيرين، بصراحة كنت خايفة كتير. يلا قليلي، هو ساق سيارته لعند حافة الوادي ما هيك؟ هذا الزلمة مجنون وبلا عقل. هو كان رح يوقع بالوادي.
وبعدين نط من السيارة على الفرس وسحبك قبل ما توقعي. هالشغلة ما بتصير إلا برواية، صح؟ سوهان، تيابك انشقت وهو عم يحاول ينقذك. معقول يكون شافك بهي الحالة؟ لك أنا كنت رح موت اليوم وأنت قاعدة عم تألفي رواية حب. لأنه هي الرواية ما صار مثلها أبداً. هي رواية رومانسية مليانة عشق. ايه؟ قربتوا من بعض؟ باسك لما وقعتوا؟ عم قلك أنا كنت رح موت وكنتوا رح تعملوا عزا كرمالي. خلص لا تحكي هيك. طيب قلي لي، شاف شي من جسمي؟ عن جد أنت قليلة أدب. لا هي مو قلة أدب، أنا هيك بعرف. يعني الشاب والبنت بيلتقوا بروايات الحب هيك، وأصلا ما حدا استرجى يقرب على مزرعة أبوكي غير هالبطل الخارق تبعك. حاجة غلاظة. اسمعيني، الشاب الحلو بيجي على حصان، هي المرة أنت صاحبة الحصان. لا عن جد أنت مو معقولة. طيب خليني كمل. بيجي الشاب وبينقذ البنت، ومقابل هذا الشيء البنت بتهدي حالها بدون ما تفكر. ايه شو صار مثل ما حكيت، صح؟ لا ما صار هيك. خلصنا بقى، انت التقيتي بأميرك، برأيي الشيء بولانت من راسك. لا تحكي على بولانت. سوهان، بولانت همه من البداية يتقرب من أبوكي مو منك، ولا تقولي لي مو صحيح. عمل كل شيء لحتى أبوكي يوثق فيه ويوافق على خطبتكم، وواضح كتير إنه بيحب المصاري أكثر منك سوهان. لا بولانت مانو بحاجة مصاري بنوب، لأنه بالأصل غني. ولو كان. طيب برأيك هو بيحبك مثل ما أنت بتتمني؟ أنا عن جد بلشت أعصب من أسلوبك. سوهان، كنتي رح تموتي اليوم وهو ما له خبر. طبعا لأنه ما بيتصل فيكي بالمرة. طبيعي، لأنه أنا بروح على الشغل كل يوم. نحن ما منقضيها. وينك حبيبتي؟ شو عم تساوي؟ ليكني حبيبي قاعدة عم أصبغ شعري. أنا عم أحكي يلي شايفته ومتأكدة منه، إذا كان بيهمك هالشي سوهان. يا الله دخيلك. يلي صار اليوم بيطير العقل. شيرين. سوهان حبيبتي، أنا شو بدي أصلاً؟ بدي تعيشي قصة حب قوي مانو عادي. شوفي، حتى مو لابقلك بنوب. بكفي سوهان، لا تضحكي على حالك. خلص بكفي، انت تجاوزتي حدودك، وكل ما اسكت لك بتتجاوزي حدودك اكثر. انا بعتذر. هلا رح يوصل ابي، بدل هالحكي الفاضي يلا روحي ساعدي امك. تأمري يا خانم. وكمان بتاخد موقف. انا يلي زعلت منك على فكرة، عن جد انت صايرة ما بتنعطي وش بالمرة. مو معقول شو مستفزة يا. العينات يلي بعثناها عن النمسا طلعت بجودة عالية، نسبة السيلينيوم والزنك عالية كتير بمنتجاتنا. ليش؟ شو زارعين خرز لتطلع النسب عالية؟ زرعنا نفس البذور. هي ميزة الأرض تبعنا، مو كل الصناعيين بياخدوا موادهم الأولية من أرضهم مثلك. كان التجار الأجانب على فكرة مهتمين كتير بالقصة، وراح يكون الطلب كبير خلال فترة قصيرة أكيد. ايه معه حق، الزيت كتير ممتاز بابا. شو؟ إذا كنا رح نصنع زيت من بذر اليقطين، ليش دفعنا كل هالمبالغ الضخمة على معامل زيت الزيتون لكان؟ لشو دفعنا كل هالتكاليف هاي؟ كان بلاها من الأول وبلا هالزيتون والمعامل، ما بتطلع شطارتهم غير بعد ما ندفع ونخسر. هلا هذا اللي طلع معك؟ عملنا اسم عالمي بزيت الزيتون، يا حوينة التعب والدفع. تحسين بيك، إذا بتتذكر كنا بدنا نتناقش بهذا الاستثمار، وسوهان كان معها حق باقتراحها. لما بدكم نوافق على شي فورا بتتحشوا لي اسم سوهان بالنص. لا تحسين بيك، مو هيك. الفكرة انه هذا الاستثمار رح يرد لنا رأس المال بفترة قصيرة، وهذا الاستثمار مهم مشان علامتنا التجارية. هذا مو حكي سوهان. ايه اكيد هالاستثمار مهم. الاستثمار الاهم عندي هو حفيدي. رجعنا لهالموضوع. انا ما في عندي وقت ابدا، شوفوا المناسب وبلشوا تنفيذ فورا. عبقري بالتذمر، ما في شي بيعجبه.
شي بزور يقطين وشي بزور طول بطيخ. بالك بابا. في ألف شغلة بتطالع مصاري. أنا وجدك ما كنا نفكر هيك، حلك تتعلم منا. يا بابا لو سمحت روق شوي علي. هلا هذا الخبر الحلو؟ بدك تضل أجدى بالرايح والجاي بيضحك عليك؟ إمتى بدك تصير بني آدم؟ كرمال الله روق شوي بابا واعطيني فرصة لحتى أقول لك شو عملت. أرضك اللي بهديك التلة يلي قلت إنه ما إلها فايدة تذكرتها؟ إيه بعتها وخلصنا منها. بعتها هي والبيت يلي فيها. شو عملت يا حيوان؟ الخرابة بابا، المكان اللي أنت بتقول عنه مزبلة، خلص بعته ومشي الحال، والله. لك أنا هي الأرض بالتحديد ما كنت بدي بيها على حدا يا غبي. كيف؟ مو أنت قلت إنه الأرض ما بتسوى 10,000، أنا بعتها ب400,000 وربحنا. أنت غبي. لا وحمار كمان. بعد فترة كنت بدي حصل ملايين من هي الأرض، كنت ناوي أعمل فندق فيها، ما بتفهم؟ طيب ليش ما قلت لي من الأول بابا؟ لمين بعتها؟ والله ماني متذكر. احكي لي يا حيوان قبل ما انزل الدم من تمك، انت لمين بعت الارض؟ بعتها للمحامية تبعه، شو كان اسمها؟ دقيقة، طلعوا من عقد البيع. بدك تحلها لهالشغلة، روح انقلع من خلقتي، هالارض بدها ترجع، رجعها اليوم وهلا، فهمت؟ قلت لهم يبعتوا لك سيارة لتدبر حالك. شكرا كثير رفعت. أنا رح لاقي لك مكان لبين ما يجهز هذا البيت. خلص مو مشكلة بضل هون. معقول؟ بده كتير شغل لسه. انت بتعرف اني سكنت بأماكن أسوأ من هي. أنا رح دبر حالي. أنت عن جد بتشبه أبوك، عنيد وراسك يابس. تشبيهي بأبي بعتبره مجاملة إلي. أبوك خسر هي الحرب يا جسور، وبالأخير هو اقتنع أنه ما قد هذا الزلمة أبدا. ليك أنت هلأ رح تبلش حياة جديدة هون. أنا برأيي إنه رح رجع حق أبي من هداك الحرامي ولو بالقوة رفعت، وإلا ما رح أعيش. ما رح أقول إنك عم تلعب بالنار، أنت عم ترمي حالك بجهنم يا جسور. رح أخذ كل شي بيملكه هذا الزلمة، ولا تفكر أبدا إني رح أقتله. تحسين كورلوداغ رح يقدم لي كل شي وهو عم يضحك ويلعب. أهلين بابا. حبيبتي، وأخيرا وصلت على البيت وشفتك. أهلا وسهلا. يا روحي اشتقت لك. يا روحي انت. الحمد لله على السلامة. خير، شو ما حدا عم يشتغل اليوم؟ هلأ اجيت على البيت، طلعت من الورشة بكير لأستقبلك. شو وينه كرهان عمي؟ راح ينقذ مستقبلكم. شو يعني هالحكي؟ يعني إذا ما صلح الغلط اللي عمله راح اسحب الأسهم يلي باسمه بالشركات وخليه على الحديدة هالمرة. هذا الحكي مو مزح. لك هو كان عم يخطط لشي قبل، ما كنت عرفان انه ما بده يبيع. الو، ما فيني احكي هلا، بحكيكي بعدين. يلا شبك ليش معصب؟ خلصنا شاهدة. لو سمحتي نحكي بغير وقت. يلا. أبي مجنون رسمي يا. لك ليش عم تحكي هيك؟ شبك؟ يعطيك العافية، كيفك؟ كورهان كورلوداغ،
اوه والله هيك؟ بيوم واحد تعرفت على العيلة؟ اهلين. سلام. يعطيك العافية. بولانت ايدن باش. اهلا وسهلا فيكم. انا جسور اوغلو. جسور على مدار اوغلو. فكرت الاسم لواحد تاني لانه مختلف بالوثائق. واضح انكم مستعجلين وجايين تدوروا علي، قل لي شو الموضوع؟ انا رح فوت معك بالموضوع دغري، ماشي؟ بصراحة نحن صار معنا مشكلة، بالاحرى كان غلط، سوء تفاهم. هيك شي، الحقيقة ابي كتب عقد مع حدا تاني مشان ملكية هي الارض. ايه يعني مستعد رجع لك المصاري اللي دفعتهم حق الارض، بدفع لك فوقهم اذا بدك، شو رايك؟ ايه وبعدين؟ شو هي وبعدين؟ الصفقة رح تلتغى. اذا فيك تلغيها ما تقصر. جسور بيك، ليك خليني اشرح لك. انا هلا بوضع سيء، ابي باع كل هذا المكان من قبل واخذ المصاري وانا ما كنت بعرف بالقصة، لهيك انت لازم. انا فهمت عليك، بس مع هيك هالموضوع كله انا ما دخلني فيه. بس جسور بيك ما رح تخسر بهالحالة، وبوعدك لاقي لك مكان احسن منه. شو نحن اولاد صغار وعم نلعب مع بعض ولا شو؟ انا دفعت مصاري واخذت وثيقة ملكية وصارت البيعة وانتهينا. كيف يعني جاي تقلي انه صارت بيعة تانية لحدا غيري اليوم؟ هاي المشكلة مشكلتك، وهلا الله معك. جسور بيك، قلت لك انه هي البيعة باطلة وما قانونية. لا قانونية، انا تأكدت منها والمحامية تأكدت منها. قانونية وما فيها شي كمان. واسمع، ليك انت روح هلا وسلم لي كثير على ابوك. انا ضيعت وقت كثير معك. يلا. شلون بتحكي معي هيك ولا؟ كورهان خلاص اهدى روق، شبك. جسور بيك معك حق. اكيد ما بتعرف انك اشتريت ارض وضعها مو قانوني يبدو انكم عم تخلقوا مشكلة هلا، وحلها كثير بسيط. تفضل انت وياه، شرفتوا. اسمع، اذا ما سمعتنا ما رح نقدر نصل لاي حل. نحن هلا رح نعرض عليك عرض. انت دفعت مصاري حق هاي الارض، رح نعطيك فوق المصاري 75,000 زيادة. منيح؟ هيك ربحك معقول. 150. اشتريت الارض ب400، بيعنا اياها ب550. شو قلت؟ قل لي شو بتقرب عيلة كورلو داغ؟ انا هاد صهري خطيب اختي. خير عندك مشكلة؟ أنا مو ناوي بيع أرضي بولانت بيك، وبالنسبة للسعر في حل. إذا بترضى تعا إمتى ما بدك ومعك 25 مليون. اتفقنا؟ بوافق بيعها. هذا اللي عندي. ما عجبكم؟ تفضلوا اطلعوا من هون فورا. أنا شكلي رح أقتلك. أرض مين هيبك؟ هذا مو ذنبه، ما دخله هو. طول بالك. صهرك عجبني لأنه منطقي وبالنهاية مانو واحد من كورلو داغ. الموضوع ما انتهى سمعان؟ انتهى وفرط ومشي حاله. بكفي. خلاص اطلع على السيارة. ناضلي؟ لك هالفرس تبع اختي. ايه صارت الي. شو عم تعمل هي هون؟ شو اللي عم يقولوا؟ سوهان كورلو داغ أعطتني فرسها لأني أنقذت حياتها اليوم. وشو معنى هالحكي؟ معناه مثل ما سمعت. كورهان أنت معك خبر شيء؟ يلا يا شباب يلا، ما عندي وقت للحكي، عندي شغل لازم خلصه. يلا لو سمحتوا تفضلوا. عم دق لها. عم يرن؟ ايه. سوهان؟ سوهان؟ ما رديت؟ استنى شوي، شو اللي صاير معك؟ شو اللي صار معك اليوم؟ شو؟ شوفي قلي. ابو سلمولي على العيلة. وينها هلا؟ نحن جايين ماشي؟ طيب. شكلنا من اليوم ورايح رح نلعب كتير مع بعض يا جيراني الحلوين. أنا اتصلت بمدير السجل العقاري وقلت للزلمة إنه يدقق الأوراق مرة تانية. رح يدققهم ويلاقي شي ثغرة لحتى يقدر يلغي عقد البيع. إن شاء الله يقدر. إذا العقد نظامي كيف رح يقدر يلغي؟ ناجي بيك بحلها عمي، هي شغلته. أكيد لسه ما تسجل البيت أو صار شي رسمي. لا تخلونا نتعذب على الفاضي. مزبوط، هذا الزلمة شرس. شراسته قدام شراسة تحسين كورلو داغ. فراطة.
بشو عم تفكر أبي؟ عم فكر اني مديون إله. هو انقذ لي بنتي اليوم، كيف بدي افكر اذيه لهالزلمه؟ مزبوط هالكلام. ايه، وبالنتيجة الزلمة بالمصاري اللي معه اشترى أرض بدون ما يعرف لمين. مزبوط ولا لا بابا؟ بلا، بس الحق مو عليه، الحق على الحمار اللي باعوا الأرض. هذا غلطك بابا. ليش ما قلت لي إنه في خطة براسك بخصوص الأرض؟ خلاص قبل ما أضربك قدام مرتك. إذا هيك منسكر على الموضوع عمي. أنا بحل مشاكلي لحالي. يعني مو ناوي تتراجع؟ هاي القصة بتنحل مع الوقت، لا تشغلي بالك. وسرق الفرس كمان. يعني بلكي كان هو خوفها من الأول ولهيك عرف يهديها. هذا بيفسر كل اللي صار. هذا الاحتمال وارد. لحظة بابا، انت بتعرفيني يا بنتي، اللي بده يخونني وهو على أرضي، إذا كان حيوان ولا بني آدم، رح ينال عقابه وما رح أرحمه أبدا. ماشي، طيب خلي الفرس تضل بهديك المزرعة وما تجي لهون، بس لو سمحت لا تخلي حدا يأذيها، وإلا ما بقى أحكي معك. المعنى بابا بس نفذ هالطلب كرمالي. أنا رايح حتى آكل برا. بس الأكل جاهز عمي، خليتهم يحضروا لك كل شي بتحبه. عن جد؟ برافو. ليش زعل؟ والله أحيانا ما بفهم عليه. أكيد كالعادة رح يروح يتغدى عند عشيقته. كورهان، مو ناقص غير تزوريني مثل أبوكي وتبهدليني، كلياتكن هيك. حاجة حكي فاضي. بكفي خلاص حبيبتي اهدي. جاهدة؟ انت شو عم تعملي هون؟ تعال شوف، تعال. طلع، أبوك ما راح على سويسرا مشان يتعالج مثل ما قال، ولا عم يعمل سياحة. أنا رح قص لسان كل حدا بيحكي عليكي، وحياتك ما حدا بيسترجي يفتح تمه. لو سمحت أنا ما بدي إحراجات أبدا. معلم بحلف لك إنه ما إلي علاقة. خلاص أنت المسؤول. لو كان صاير شي لبنتي كنت قتلتك وخلصت عليك. ضب أغراضك وانقلع من خلقتي. إذا هي كانت أرضه كيف ما بيعرف بهالقصة؟ غريبة. أنت روح قول له، أصلا هو بده يحكي معك. منشوف. روح هلأ. الحياة بتدور وبينكشف المستور، ووقت الشدة الحساب بتدور. وأنا ما قصرت بنوب. راغب بك. تفضل معي. شو كذاب. ايه، ايدك ما فيك تطالعها من الشباك وانت عم تسوق. رح تقدر تمسك الدركسيون وبعدها توقف وتنط على الفرس من السيارة لتمسكني. جاهدة، شو عرفك باللي صار؟